وبركاته. متابعينا ارانب بركات، يا رب تكونوا بخير كده وصحه. الشحن يا جماعه وراح اسكندريه، ذكر وانتيتين، بنشحن اي اعداد. خدت بالك؟ ما بنقولش لحد اللي عايز واحده بنشحنها له، مفيش اي مشكله. دي الذكر الابيض وده الحتتين اهمت اللي هم النتايات. طبعا دول رايحين اسكندريه، هيشحنوا على الموقف بتاع اسكندريه، وصاحبهم هيروح يستلمهم هناك ان شاء الله على خير باذن الله، ربنا يبارك له فيهم يا رب. بالنسبه للشحن يا جماعه، الشحن طبعا زي ما احنا جايين لكم معرفينكم، الشحن طريقه الشحن بتاعتنا احنا الزبون بيتصل بينا، واخونا اللي هو عايز يربي ارانب بيتصل بينا، انا عايز يا جماعه ارانب، اللي مطلوب اقول له اللي مطلوب تحول لي الفلوس على فودافون كاش، ابعت لك الارانب بتاعتك زي بالمواصفات زي ما انا قلت لك، زي ما صورتها لك وكده. هو بيقول لي انا عايز اشوف الارانب، بصورها له وابعتها له، بقول له هي دي العينه اللي هيجي لك منها الحاجه، خدت بالك؟ بنفس الحجم كده وبنفس الوزن وبنفس العمر وسعرها ايه كذا. بيقول لي امين، اقول له ما فيش اي مشكله، بديله الحاجه بما يرضي الله ورسوله. بياخد الحاجه بتروح له، بيبعت لي فلوس فودافون كاش قبل الحاجه ما تروح له. الناس اللي مش واثقه في مزارع بركات ومش واثقه من حكايه بعتني الفلوس ديت، خلاص يا باشا انت براحتك واركن، وعايز تيجي تاخد الحاجه من هنا من المزرعه ماشي. عندنا مزرعه على الطريق الزراعي في تاني، وفي مزرعه تانيه بس دي مرميه في العزبه تحت شويه. عايز تيجي تاخد من اللي على الطريق تعالى، عايز تيجي تاخد من التانيه تعالى براحتك، مفيش اي مشكله. مش عايز حاجه تروح لك شحنه، تبعت لي الفلوس على فودافون كاش، ببعت لك الحاجه. اكتر من كده ما مش هعمل معاك الصراحه. واثق فينا هتبعت الفلوس. انا معلش احنا لنا اسم ولنا سمعه، خدت بالك؟ وبقالنا كذا سنه موجودين على السوشيال ميديا، بنبيع السلاله بتاعتنا ونبيع المنتجات بتاعتنا، والناس عارفه السلاله بتاعتنا. مش هنروح ننصب على واحد في ارنبتين وبتاع اخد منه فلوس، ما فيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. لازم يبقى في ثقه ما بيننا وما بين بعض، لازم يكون في ثقه. انا دلوقتي اللي بيبقى فيه ثقه بيبعت لي الفلوس، ببعت له ارنبه بما يرضي الله زي ما انا قلت له، ما فيهوش اي اختلاف، ما فيهوش اي حاجه ناقصه فيه عن اللي انا قلته. دي الارانب بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. ادي الذكر اهو. دي طبعا احنا في الموسم دي مش عارفين نطلع شغل كبير، طلع كله شغل 3 شهور، خدت بالكم؟ بسبب ضغط السلاله. دي عمر 3 شهور. ارنب مفروض مفيش كرش، ارنب بسم الله ما شاء الله طول ماشي، في عضلات. ارنب بص ظهره عريض بسم الله ما شاء الله. دي ذكر ابيض لندي، حاجه حلوه. دي حته شنشيله يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اهي شوف الارنب، الله اكبر، ارنب عامل ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. ارنب يتباس، تبوسه وتحطه على راسك كمان. ليه؟ ارنب محترم، ارنب محترم. اهي. وادي الحته الثالثه انت برضه حاطينه، عايز تاكله ذكر، حاجه بسم الله ما شاء الله. اهي ضربه بالانس تحت اهي. ارنب محترم، ارنب طول عضلات، مفيش كرش، عشان بس الناس اللي بتدور على السلاله اللي بتديك انتاج، ابعد عن السلاله اللي فيها كرش، نجي السلاله اللي فيها كتل عضليه. دي مزارع بركات، لاجود واقوى السلالات اللي موجوده في مصر في تحويل اللحم ماشي. اللي عنده زي السلالات بتاعتنا ربنا يبارك له ويزيده ويوسع عليه يا رب. خدت بالك؟ زي ما بتمنى خير لينا بتمنى خير للناس، مفيش اي مشكله. بس ارنبنا مميز، مفيهوش كلام. الارنب بتاعنا احنا مميز بايه بقى؟ مميز بالكتله العضليه اللي فيه، مفيهوش كرش. ارنب مفرود، الارنب ظهره مزلط، تضرب على الظهر كده تلاقي لحم ما تلاقيش عظم. الارنب ظهره جامد من اللحم اللي فيه، من كتر الكتل العضليه اللي فيه، تضرب ايدك في ظهره كده ظهره جامد، مش ظهر مثلا مفرغ وفيه عظم ظهر طري، لا ظهره ناشف من العضلات اللي فيه، تحس ان هو بيلعب رياضه. خدت بالك؟ هو دي اللي مميز الارنب بتاعنا، الطول بتاعه بالعضلات بتاعته بصحته، خدت بالك؟ بحجم الارنب الكويس. وتلاقي الارنب كبير، حجمه كبير بس ما فيهوش كرش، تحس ان هو وزنه ضعيف، تحطه على الميزان تتفاجئ كده بالوزن بتاعه مره واحده كده، تلاقي نفسك اتفاجئت. ليه؟ لانه ما فيهوش ميه، ما فيهوش حاجه، ارنب منفوخ وهايش. لا، الارنب شعرته قصيره زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الشعره بتاعته قصيره، خدت بالك؟ كله عباره عن ايه؟ عن كتل عضليه، وهو دي اللي بيخلي السلاله معاك قويه، خدت بالك؟ يخلي السلاله تستحمل معاك. الارنبه ديت ميزانيه لما تيجي تولد تبقى صحتها حديد بعد الولاده. ليه؟ لانها فيها عضلات، اللحم بتاعها عباره عن كتل عضليه، مش ارنب مثلا مفرغ، ارنب مدهن، ارنب كرشه كبير مهما ياكل تلاقي ظهره ما فيهوش، ظهره تلاقيه مسلسل، خدت بالك؟ ظهر الارنب مسلسل.
لا دي ما فيش حاجه اسمها سلسله، ديت كتل عضليه بيشيل معاك لحم. اللحم هو اللي بيوزن، مش الميه اللي في جسم الارنب، لا اللحم هو اللي بيوزن، الطول بتاع الارنب هو اللي بيوزن. طبعا نرجع تاني للموضوع اللي هنتكلم فيه، ده هو موضوع الشحن يا جماعه. موضوع الشحن، انت بتبعت لي فودافون كاش ببعت لك شغلك، وبيني وبينك ربنا وبيني وبينك الناس، ولا عينك يا تاجر. انا بطلع ناس بتجيلي هنا من المزرعه بتاخد من المزرعه، وفي ناس بتبقى بعيد عايزه شحن بتبعت، في ناس كبيره في السن مش قادره تسافر ببعت لها، في جماعه امهات لينا، حريم امهات لينا طبعا ما ينفعش يسافروا، ما عندهاش حد يسافر لها، ببعت لها الحاجه، تبعت لي فلوس فودافون كاش ببعت لها الحاجه. انا معلش ما بطلعش ارنب من عندنا غير لما فلوسي بتتحول لي. ليه يا عم عبد الفتاح بتعمل كده؟ معلش عشان ما يحصلش بص بقى احراج بينه وبين اي حد، انا مش عايز يحصل بين احراج انا واي حد، بس في عشان ما يبقاش في احراج تبعت لي فلوس وابعت لك. لكن انا بقى مش هنقعد بقى نبعت لك الارنب والارنب يروح لك هناك ونقعد نتحايل عليك. انت يا عم ما بعتش الفلوس ليه؟ انت تاخرت بالفلوس ليه؟ قسما بالله عليه العظيم اتعاملت شويه مع الناس بكده، والله ليا فلوس عند ناس بحكايه الشحن دي، ليا فلوس عند ناس. انا بعت لك معلش اصل انا مش عارف ايه اللي حصل لي، انا بعت لك النهارده نص فلوس وبكره بنص وبعده مش عارف ايه خلاص هنعمل ايه؟ فوتت امري لله. فطبعا انا الموضوع ده رفضه تمام. انا عندي ثقه بالله عز وجل، ماشي، بيني وبين ربنا، في ثقه بيني وبين ربنا. انا اخد فلوسك الحاجه تجيلك يا في نفس اليوم يا تاني اليوم، ما بناخدش فلوس ونقول لك انا نبعتها لك كذا، الا لما تكون انت متفق معايا على ميعاد معين. ممكن تدفع لي فلوس وتقول انا عايز كمان 10 ايام، عايز كمان 20 يوم، مفيش مشكله. لكن عايز على طول اول ما بتدفع الفلوس يا في نفس اليوم يا تاني يوم. دولت واحد دفع لي فلوس النهارده، دول رايحين له النهارده، خدت بالك؟ دول كده رايحين له النهارده بعون الله، رايحين الموقف هيتشحنوا ويشد على اسكندريه ان شاء الله، الموقف جنبنا وهيحطوا ما يستلموا هناك في الموقف. بس يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتك على الزرار الاحمر. يلا السلام عليكم.